من طفل هارب من مقاعد الدراسة لتجارة الإبل وحماية القوافل، إلى شاب منخرط في عمل مسلح، إلى عميد، إلى فريق أول، إلى نائب رئيس مجلس السيادة، وربما قريبا إلى سدة الحكم في السودان. محمد حمدان دقلو، ويشار له بحميدتي، الراكب من ظهر إلى ظهر، راقصا على كل الحبال، متعطشا للسلطة لا ريب. في عام 2003 كان حميدتي عنصرا ضمن القوات التي عرفت لاحقا بالجنجويد، وكانت حكومة البشير قد حشدتها في حرب دارفور. حينها برز حميدتي الذي كان يعمل إلى جانب موسى هلال قائد الجنجويد الأكثر شهرة والأسوأ سمعة. اشتد التنافس بينهما عندما اكتشف الذهب في جبل عامر عام 2012، وكان حميدتي قد كون قوة لا يستهان بها من المرتزقة. في هذه الأثناء اختلف دقلو مع سيده، ولما كان هلال متمردا صعب المراس، وجد ضباط البشير أن حميدتي ربما يكون أكثر جدارة بالثقة، فانقلب على ابن عمه لصالح الرئيس. حينها أضفى البشير شرعية على ميليشيا حميدتي وأسماها قوات الدعم السريع. أصبح حميدتي ضابطا برتبة عميد وفق مرسوم رئاسي، على أنه لم يتخرج في كلية عسكرية ولم يلتحق يوما بالجيش النظامي. وبين عشية وضحاها صار أكبر تاجر للذهب والمسيطر بشكل كامل على أكبر المناجم في البلاد. هكذا كدس الأموال في خزائنه حتى امتلأت، فراح يهربها خارج السودان، وبات أكثر قربا من عمر البشير الذي كان يحلو له مناداته بحمايتي، حتى أبدت له الأيام ما كان به جاهلا. في أبريل نيسان عام 2019 احتاج البشير للحماية لكنه لم يجدها، انقلب عليه حمايته فعزل. وعندما بات البشير في القفص كان حميدتي قد أصبح واحدا من أغنى الرجال في السودان، وكان في قلب شبكة من المحسوبية والصفقات الأمنية السرية، حتى أن الرئيس المعزول أقر علنا بتسليم شقيق حميدتي نحو 90 مليون دولار. تحقيق لرويترز يقول إن شركات حميدتي تنقل سرا نحو 30 طنا سنويا يهرب في طائرات صغيرة من المطارات العسكرية في السودان إلى روسيا، كما أنه قائد لقوات سيئة السمعة تضم رجالا بلا رحمة، إذا دخلوا قرية نهبوها ونكلوا بأهلها ثم بعد ذلك يحرقونها. وفي عام 2015 دليل وبرهان. وبالنظر إلى الأحداث الأخيرة لم يخجل الرجل من التعبير